الرجاله كلهم خاينين؟ مشروبك وتعالي اسمعي. ذا ويزر ليز بنوته جميله انفلونسر مشهوره على يوتيوب، بيتابعها عدد كبير جدا من البنات، بتقدم محتوى عن حمايه النفس والتخلص من الصدمات الماضي، والاهم من كل ده انها كانت بتدي نصايح عن كيفيه التعامل مع الرجاله. واللي متابعها عارف انها حكت قبل كده عن انها عانت كتير جدا في طفولتها ومرت بتجارب وصدمات نفسيه سيئه جدا، وعلى الرغم من كده فهي بنوته جميله وذكيه. السبب اللي مرت بيه كان دايما عندها امل في شريك حياتها المستقبلي وانها تكون اسره مستقره نفسيا. ليز مؤخرا اتجوزت من يوتيوبر مشهور، وطبعا كلنا كنا بنشوف قد ايه الحب كان باين عليه وقد ايه كان مغرقها حب وهدايا وورود وكل الكلام ده. وهي بنفسها صرحت انه ساعدها بشكل كبير جدا انها تتعافى وتتخلص من عدم ثقتها بالرجاله، لا وكمان خرجها من الطاقه الذكوريه اللي عندها وعلى عندها الطاقه الانثويه. لحد ما من كام يوم عملت فيديو على يوتيوب ظهرت فيه هي وهو واعلنت عن حملها. اغلب البنات اللي بيتابعوها كانوا فخورين بيهم جدا وبيعبروا عن انبهارهم بزوجها ده وانه مثال للزوج الحنون وقد ايه هو نموذج مشرف. لحد ما من يومين تقريبا والنموذج المشرف ده طلع نموذج مضروب كالعاده، واعلنت انها اكتشفت انه بيخونها على سناب شات. طيب انا حكيت القصه دي ليه بقى؟ عشان 3 اسباب بصراحه. اولهم انا من كام يوم طلعت اتكلمت عن علاقات السوشيال ميديا والشو والمثاليه الفارغه اللي بقت ترند وموضه علشان القرشين الحلوين اللي بيدخلوا منها. تاني سبب عشان البنات تبطل تنبهر بكل اللي بتشوفه ويبقى عندهم نضج كفايه في تقييم والحكم على العلاقات. تالت سبب بقى وهو ليه الرجاله بتخون اصلا، لاني وبصراحه بدات احس انه ابديت جديد نازل على الصنف المهزأ ده. انا قلت صنف يعني مش بجمع، زي ما في الجنس ده الاشكال المهزأة دي زي ما عندنا برضو اشكال مهزأة كتير. بس اصل مش معقولة كده، كنا الاول بنبرر انهم يا حرام واحد منهم شاف واحدة احلى من شريكة حياته فنفسه ضعفت ومعذور، واصله معلش شاف واحدة مطيعة بتسمع كلامه غير مراته اللي بتتعامل معاه بالندية، واصله معلش واصله معلش. انتوا عارفين السبب في مين؟ السبب في اللي بيفكر لهم في تبريرات اصلا، لان احنا دلوقتي بقينا بنشوف بنات ما فيهاش غلطه وبرضه بتتخان، فتفتكروا بقى العيب في مين؟ فينا ولا فيهم؟ هنبدا في موضوعنا النهارده بقى. وقبل ما نعرف ليه الرجاله بتخون تعالوا بقى اقول لكم على انواع الرجاله اللي بتخون اصلا. اولهم في راجل بيخون عشان محتاج اهتمام، معلش خلينا ما نجيش عليهم وخلينا نقول انك اهملتي فيه، فهو بدل ما يجي يصرحك وينبهك انك ما بقيتيش مهتمه بيه فهو قرر انه يشوف له شوفه تانية، وانك لما ترجعي تهتمي بيه هيفوق لنفسه. عديها معلش. تاني نوع في راجل بيخون عشان عنده الفرصه وهو اصلا شخص معدوم الاخلاق، لقى اللي سايباله الباب موارب واحد زيه هيقول للنعمه لا. تالت نوع في راجل بيخون عشان عنده عقدة نقص مجنناه، شاف يا عيني شريكة حياته ناجحة او بتسعى انها تنجح او بدأت تنجح في شغلها او في مكانتها، فبدأ يغير منها وقرر ان هو يدور على الاقل منها علشان يكون هو الاعلى في كل حاجة ويرضي عقدة النقص اللي عنده. رابع نوع بقى وده بيخون لمجرد الاثبات، عاوز يثبت دايما انه مرغوب فيه وعايز يحس ان كل الناس عينهم عليه ومهتمين بيه، وده بيرجع لقلة ثقته بنفسه اصلا. كل دي انواع بتأكد وبتوضح غياب الدين والاخلاق من المجتمع، وانا مش ببرر لاي نوع من الانواع الاربعة دي خيانتهم، لان انا زي ما قلت ان كل الانواع سببها بيرجع لانعدام الدين وانعدام اخلاقه من شخصيته. ليه بقى الراجل بيخون؟ هو في اسباب للخيانه؟ في اسباب للخيانه، وده مش تبرير ابدا، بس اي حاجه بتحصل اكيد بيبقى وراها سبب. اولهم انت سبب من اسباب انه يخونك. لما تبقي متاحه كل الوقت، عندكي شخصيه، كرامتك مهانه، ما هو اكيد هيرميكي ويروح يدور على اللي قادره تحافظ على قيمتها ونفسها.
وانك برضو لما ما تبقيش قادره تتواصلي معاه، يعني ما فيش لغه حوار ما بينكم ومش قادره تحتويه ولا تفهميه، ما هو اكيد برضو هيجري يدور على البديل. تاني سبب من اسباب خيانه الراجل لشريكه حياته ضغط المجتمع عليه، بسبب جمله كل الرجاله بتخون. خلي اي راجل حتى لو مش طبعه انه يخون وسمعه دايما جمله الرجاله كلها خاينه، ما هو اكيد هيجرب. هتلاقي دايما عقله بيقول له هي جت عليك، يعني ما كده كده البنات كلها عارفه اننا خاينين، فتفتكروا هيعمل ايه وقتها؟ هيجرب. عشان كده انا دايما مؤمنه ان لسه في رجاله محترمه وعندها اخلاق، وانتوا كمان لازم تصدقوا ده علشان نغير الصوره دي عنهم، عشان الرجاله تخاف تعمل كده بعد كده. اصل زمان كان الموضوع ده فجعه، دلوقتي بقيت احس انه روتين عادي، ما بقاش كارثه زي الاول ولا حاجه. فالرجاله بقت واخده الموضوع باريحيه اوفر، مش خايفين من نظره المجتمع عليهم، على عكس من كام سنه. تالت سبب بقى هو ادمان العلاقات، يعني الواحد منهم مجرد ما بيلاقي واحده عملت له لاف على صورته يجري يكلمها. ادمان. وزي ما قلت قبل كده برضو بيكون بسبب الدين والاخلاق والتربيه اللي منعدمه عنده. وانا بالنسبه لي اي اسلوب دنيء بيطلع من بني ادم بيبقى سببه السواد اللي جواه، مش بس مشاكل في العلاقات. طيب هل بقى في رجاله ما بتخونش؟ في رجاله مش خاينه وبتحترم نفسها وبتحترم شريكه حياتها. الفرق هنا بيكون في الاخلاق والمبادئ والنضج. فهتلاقي دايما اي راجل محترم العلاقه ما بينكم بتكون سهله، فيها شفافيه، بيواجه مش عيل بيهرب بدل ما بيحل. بس المشكله بقى ان الفئه دي بقت قليله جدا بس موجوده. نحمي نفسنا ازاي بقى من العلاقات اللي زي دي؟ اول حاجه ما تغمضيش عينيك عن العلامات والتصرفات الغلط اللي بتظهر في اول العلاقه بحجه ان دي اول غلطه، او ان هو مثلا مش قصده، او دي غلطه بسيطه عادي هنعديها. لا، يعني مثلا زي الكذب والتحوير والاهانه اللفظيه بحجه الهزار، او انه يكون عنده صداقات او بنات على الاكاونت عنده ويرفض انه يشيلهم رغم انك طلبتي ده. كل دي بالنسبه لي ريد فلاج، ولازم تكون بالنسبه لك انت كمان ريد فلاج وما تغمضيش عينك عنها. تاني حاجه ركزي كويس قوي في كل رد فعل بياخدها لما تطلبي منه مثلا انه يكون صريح وواضح معاكي، شوفيه هيتعامل ازاي. ده بشكل كبير جدا هيوضح لك شخصيه اللي قدامك. تالت حاجه وبوس دماغك يا شيخه، بلاش تفكري انك هتغيريه للاحسن وتعالجيه، والهري ده كله مش هينفع. احنا مش هنفتح مصحه نفسيه. اي علامات مرض نفسي تظهر عليه تلمي نفسك وتهربي. رابع حاجه قدري نفسك وحبي نفسك علشان تعرفي تحميها. طول ما انت كارهه نفسك او حاسه انك قليله ومش واثقه في نفسك هتلاقي اللي يضرك ويلعب بيكي ويخونك، غير كده هتعرفي تحمي نفسك كويس قوي. خامس حاجه بلاش كلمه بس هو بيحبني اللي بتقوليها دي كل ما يرنك علقه، عشان انت كده اللي محتاجه تتعالجي. اصل تصرفاته وسعي الشخص ليكي هي اللي تحكم اذا كان بيحبك ولا لا، مش العلاقه اللي بيصبحك ويمسكي فيها بعلقه. اخر حاجه بقى انا عاوزه افهمك ان مش لازم علشان الطرف التاني خانك يبقى انت فيكي عيب او نقص، او انت مش كفايه مثلا بالنسبه له تبداي تحسي بالعجز والضعف. بالعكس، الخيانه ما بتحصلش غير من عيل ناقص ما عندوش ب3 جنيه اخلاق ولا ثقه في نفسه. فالخيانه مش نهايه العالم، بالعكس دي بتكون بدايه لحياه جديده مستنياكي، وبتكون فرصه عظيمه علشان تفوقي لنفسك وتفهميها وتقدريها، ويكون ده الدرس اللي يساعدك تختاري صح بعد كده. ويا ريت انت كمان تفهم ان الرجوله مش بعدد العلاقات، والراجل المتاح للجميع ده راجل مهزأ ما يعرفش يعني ايه رجوله اصلا. وبس كده وصلنا لنهايه الفيديو. كنتوا بقى تقولوا لي في الكومنت اكتشفتي خيانه الطرف التاني ازاي، تصرفتي ازاي وقتها. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.